تعالوا نخش بقى على تاسك رقم 6. قال لك write a C program to check whether a number is prime, Armstrong or perfect number using function. واحدة واحدة، احنا هنعمل البرنامج ده الأول بالدارت مش بالسي. دي حاجة البرايم ده احنا يعني عملنا الامبلمنتيشن وقلنا يعني ايه البرايم ده في تاسك رقم 4، فانا هسيبهولك كده اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت تروح تتفرج عليه، يعني لو انت مش عارف البرايم نمبرز. خش بقى على الارمسترونج. يعني ايه قبل ما نبتدي في الامبلمنتيشن تعالى نقول الاول يعني ايه ارمسترونج. يعني مثلا لو احنا معانا رقم زي 153 ده، عايز تشيك اذا كان ارمسترونج ولا لا. ارمسترونج هو مجموع الارقام بتاعته عليها، يعني كل رقم فيهم عليه باور العدد بتاعت الارقام. يعني مثلا 1 ادي ده رقم من اللي جوه، زائد 5 ادي رقم من الارقام بتاعت ال 153، زائد 3. وكل رقم فيهم فيه باور بتاع عدد الارقام. يعني مثلا دول ادي اهو 1 2 3، يبقى عدد الارقام كام؟ 3. يبقى الواحد ده عليه باور ايه؟ 3. 5 دي عليها باور 3. 3 دي عليها باور ايه؟ 3. لو المجموع لو كده الاكسبريشن ده كل ده كده ايكوال 153، يبقى ده ارمسترونج. ما كانش يبقى ده مش ارمسترونج. هي دي الارمسترونج ايه؟ نمبرز. نروح بقى للامبلمنتيشن بتاعتنا. طبعا زي كل مره احنا عندنا السودو كود بتاعنا اللي بنمشي وراه عشان يبقى الموضوع اسهل. بس هنبص كده. قال لك اول حاجه create void is armstrong give it one number as an argument. فاحنا عملنا لها create اهو فانكشن اسمها is armstrong. الاسم ديسكريبتيف بيوصف الحاجه اللي احنا عايزينها منها، وفويد لان احنا هنطبع جوه الفانكشن. جميل. نبص لستيب رقم 2. قال لك create len to find the number of digit in the number. طب انا قلت هناك انا عايز الباور اللي انا بحطه لكل رقم بيبقى يعني عدد الارقام اللي في الرقم، صح؟ صح. فانا كده عايز اللينس بتاع الرقم، فاعمل variable هسميه len، فهيكون من نوع integer، فint len equal النمبر. جميل. دوت تو string عشان انا مش هينفع اعرف اللينس بتاعه غير لما احوله لسترينج الاول. دوت لين، فانا كده بقى معايا اللينس بتاعه طول الرقم. جميل. نبص تاني حاجه معانا. قال لك initialize sum to store some of the numbers. طب انا محتاج انا variable برضو. احنا قلنا كل رقم هنجيب له الباور بالباور بتاعه وبعد كده نجمعهم مع بعض. فالفاريبل اللي اسمه sum ده اللي انا هجمع فيه الارقام وادي له 0 كقيمه مبدئيه. وبعد كده الخطوه اللي بعديها قال لك ايه؟ and digit to store the digit on it. جميل. يبقى هنعمل الفاريبل اسمه digit. يعني احنا كل مره في الرقم 153 ده هعمل عمليات على الرقم 3 عشان اجيب الباور بتاعه، احط له باور 3، احط له الباور، واعمل عمليات على الرقم 5. فكل رقم هيتخزن جوه الديجيت ده. جميل. كل رقم اقطعه هحطه جوه الديجيت ده وبعد كده اعمل عليه العمليه. ادي له قيمه مبدئيه مثلا 1. جميل. بعد كده قال لك ايه؟ create for loop looping to slice the number. فانا اعمل فور لوب عشان اقطع كل مره. مثلا يبقى الفور اللوب الاولانيه يكون الرقم اللي معانا 3، الفور لوب اللوب الثانيه الرقم اللي معانا 5، اللوب الثالثه الرقم اللي معانا 1. فاعمل فور لوب دي على قد اللين بتاع الرقم، على قد اللينس بتاع الرقم. جميل. فانت i equal 1. جميل. i اصغر من او تساوي len i بلس بلس. يبقى انا كده جبت، يعني انا كده هلوب على عدد. جميل. حاجه برضو نسيتها، ان احنا لازم نخلي النمبر ده اللي هو النمبر اللي هيجيلي اخزنه جوه variable. يعني يكون كده equal نمبر عشان لما اعمل البروسيس بتاعتي اعملها على الفاريبل، ما بعملهاش على النمبر ذات نفسه، لان انا في الاخر هحتاج النمبر عشان اتشيك عليه اذا كان الرقم اللي انا طلعته بعد ما جمعت كل رقم لوحده بيساوي النمبر ده ولا لا. هنبص بقى للستيب رقم 4. قال لك get the last digit in the number. جميل. فانا دلوقتي عندي النمبر 153، انا عايز اخد منه ايه؟ 3 بس. فاعمل ايه؟ هقول لك والله digit equal num mod اللي هي باقي الاسم 10. جميل. دي بقى بتعمل ايه؟ يعني مثلا لو كان عندي الرقم 153 في 15 10، ما هو باقي الاسم. جميل. والتلاتة دي مش مكمله 10، فهتبقى باقي الاسم عندنا 3. فانا كده بقى عندنا الديجيت ده equal 3. نرجع بقى للستيب رقم 5. قال لك initialize bow to store the digit on it. هنعمل int اسمه bow equal
ديجيت. اقول لك يعني عملناه ليه تحت، يعني هننزل في الستيب اللي بعديه واقول لك عملناه ليه. دلوقتي قال لك create for loop to get power process. دلوقتي الفكرة ان انا مثلا لو عايز اعمل مثلا باور لرقم، يعني مثلا لو قلنا 3 باور 3، صح؟ هي 3 في 3 في 3. فانا اعمل فور لوب دي عشان اعمل نفس البروسيس دي كده، ان انا اضرب الرقم في نفسه عدد اللي في الباور بتاعنا. يعني اقول فور انت جي equal 1 جي اصغر من اللين بتاعنا اللي هو اللينس جي بلس بلس. جميل. واعمل امبلمنتيشن. قال لك ميك ديجيت تايم باور، يعني الديجيت اللي هو ده كده ديجيت تايم ايكوال باور. انا بعمل ايه هنا؟ ازاي بجيب الباور هنا؟ احنا لو بصينا هنا كان داخل معانا الاول الديجيت ايكوال النم مود 10 اللي هو مثلا 153 مود 10 ايكوال ايه 3، صح؟ كنا متفقين على كده. يبقى انا كده عندي الديجيت بايه ب 3، خليت الباو اللي هو الباور برضو ب 3، صح؟ صح. هاجي هنا اخش هلاقي ان قال لك الجي ايكوال 1. هل الجي اصغر من اللينس؟ اللينس اللينس ب3. جميل. فانزل بعد كده هنا اعمل الايه البروسيس بتاعتي، اضرب الديجيت اللي هي كانت ب3 في الباو اللي هو ب3، يبقى 3 في 3 ب9، واقوم مخزنها في الديجيت. يبقى كده اللي جوه الديجيت ده بقى ايه 9، يبقى الديجيت بقى ب9. واقوم راجع تاني الفور لوب بستعمل بلس بلس، يبقى بلس بلس هيبقى انا كده بقى عندي جي بايه ب2. هل الاتنين دي اصغر من او يساوي اصغر من اللين؟ اصغر من اللين كان ب3. كده اخش الديجيت دي كانت ب9، 9 في 3 27، يبقى انا كده جبت الايه. ارجع تاني بقى اعمل بلس بلس، بقت الجي ب3. هل هي اصغر من اللين؟ لا مش اصغر من اللين، يبقى احنا كده نخرج. وبقى انا كده خلصت الديجيت ايكوال ايه 27. كده الرقم اللي جوه الديجيت بقى 27 اللي هو 3 باور ايه 3. انا كده عملت البار صح يعني. هنخش بعد كده للستيب اللي بعديها. قال لك اد، اللي هي ستيب رقم 8. قال لك اد ديجيت افتر ذيس بروسيس ان ذا سم. يبقى في الفاريبل اللي اسمه سم والله هعمل بلس ايكوال ديجيت، خزنت فيه الايه اللي هو 3 باور 3. جميل جميل. وفي الستيب رقم 9 قال لك ميك فلور ديفيجن فور نم تو جيت ذا نيكست ديجيت. بقول لك ليه بنعمل فلور ديفيجن ده بقى. هنقول نم ايكوال ايه نم فلور ديفيجن 10. جميل جميل. فلور ديفيجن ده انا كان الرقم معايا اللي هو نم ده 153، فانا عايز بقى اشيل التلاتة دي يعني خلاص عشان اعمل العمليات بتاعتي على 15 بس. فانا بعمل فلور ديفيجن. هو انا اصلا الديفيجن العادي لو عملت دي كده اوفر 10 هتديني 15.3، فانا بشيل 0.3 دي بالفلور ديفيجن عشان يتبقى معايا ال 15 بس. فانا هنا في مثال لما يتبقى معايا ال 15 بس هطلع هنا هيبقى النم هنا بكام 15. جميل. هعمل عليه مود، فمود 15 مود 10 هيتبقى لي كام؟ ال 15 فيها 10 واحده، والباقي الخمسه دي ما تكملش 10، يبقى باقي اسمها ايه 5. يبقى بقت الديجيت ب5. هاجي هنا بقول الباو ايكوال الديجيت، صح؟ يبقى الباو هيبقى بايه ب5. ب5 صح. هاجي هنا جي ايكوال 1. جميل. جي اصغر من اللين. جميل. جي بلس بلس. لا اشتبك من جي بلس بلس وننزل للاول الايه للبروس. الديجيت ب5 والباو ب5، يبقى 5 في 5 ب25. هرجع هنا ازود الجي 1 هيبقى 2، صح؟ وبعد كده هيبقى الايه 25 كانت في قلب الديجيت، 25 في 5 الباو زي ما هي ب 125، وافضل الوب لغايه اما اخلص الايه اللين والجي بلس بلس. جميل. وبعد كده بعد ما اخلص بقوم حاطط بقى الايه الخمسه الباور 3 اللي احنا عملناها بعد ما خلصنا الفور لوب بتاعتنا دي، هنقوم حاططها في الايه في الصم. الصم دي كان فيها ايه؟ كان فيها ال3 باور 3 اللي هي كانت 27، ونحط فيها الديجيت دي دلوقتي بقى فيها ايه ال 125 اللي هي 5 باور 3. نجمعهم على بعض 125 زائد 27 وتحط في الصم. وبعد كده نيتريت تاني لاخر رقم اللي هو ال1، ونفضل شغالين كده على اي ديجيت يقابلنا يعني. هي دي البروسيس بتاعتي. بعد كده قال لك في ستيب رقم 10 قال لك تشيك if sum is equal the original number. يعني هشوف لو if كان السم بتاعي equal النمبر اللي جاي لي اصلا.
جميل. لو كان كده فهبرنت والله اقول لك ايه is an Armstrong number، واقوم عامل كده. والله لو ما كانش يبقى else وبرنت is not Armstrong مثلا. بس هاجي هنا ايه اعمل الفويد مين بتاعي ورن الكود is Armstrong واديله مثلا 153 عشان احنا عارفين ان هي Armstrong. اشوف هيقول لي ايه. قال لك اذا Armstrong نو. طب نديله مثلا 152. تعالى نرفع ده كده لفوق شوية، نديله مثلا 152 عشان احنا عارفين ان هي مش سترونج، ونشوف هيقول لي ايه is not Armstrong. يبقى دي كده الدنيا معانا مظبوط، دي Armstrong، دي الفانكشن بتاعت الارمسترونج. بس تمام. نروح بقى للي بعديها. قال لك or perfect number، يعني احنا عايزين بقى نشوف الايه الفانكشن بتاعت الايه البيرفكت نمبر. طب الاول يعني ايه بيرفكت نمبر؟ بيرفكت نمبر هو ذا نمبر اللي هو السم بتاع اتس ديفايزر ايكوال ايه النمبر ذات نفسه. يعني ايه ديفايزر؟ ديفايزر يعني قواسم. الديفايزر بتاع الستة هو اي رقم ينفع اقسم عليه الستة وما يدينيش كسر. يعني ستة، يعني مثلا 6 على 4 ده كده مش من الديفايزر بتاعنا. جميل. 6 على 5 ده كده مش بالديفايزر. طب 6 على 1 تمام يبقى ده كده من الديفايزر بتاعنا. 6 على 2 يبقى ده كده من الديفايزر. 6 على 3 رقم صحيح اهو يبقى ده كده من الديفايزر بتاعنا. طب 6 على 6 لا مش هتنفع، احنا معانا الرقم مش معانا، يعني احنا بنبدأ من اول الرقم ماينس 1. جميل. يبقى الديفايزر بتاع الرقم ده 1 و2 و3. لو مجموع الارقام ده ايكوال 6 يبقى ده كده ايه بيرفكت نمبر. عرفنا يعني ايه بيرفكت نمبر؟ مجموعهم من 6 يبقى ده مش بيرفكت نمبر. نخش بقى على الامبلمنتيشن بتاعنا. اول حاجه زي ما احنا عارفين احنا عندنا ايه السودو كود بتاعنا. نبص عليه كده. قال لك create a function to check whether the number is perfect or not and take number as an argument. طب هو يعني تشيك بقى حاجه true او false. check whether the number is ايه is perfect or not يبقى true او false. يبقى تبقى الفانكشن ايه نوعها بولين اللي هي بول. هي نفس بس دي يعني abbreviation ليها اختصار ليها. هتبقى بول. جميل جميل. وبول الفانكشن دي هنسميها مثلا ايه is perfect. جميل جميل. وبتاخد مني one argument int number مثلا. هو ده ايه الارجمنت اللي هتاخده من النمبر اللي هنتشيك عليه. وقال لك ان شراء الفاريبل sum يبقى هنعمل int sum equal 0. دي رقم مبدئيه 0. بعد كده قال لك ايه بعد ما خلصنا عملنا initialize للسم نخش اللي بعده. في حاجه برضو كان انا بحب اعملها ان احنا هنعمل int num equal number، لان البروسيس اللي احنا هنعمله مش عايز اعملها على الفاريبل اللي هو جالي ده، لا انا عايز اعملها على الفاريبل بتاعنا جميل جميل. روح للستيب اللي بعديها. قال لك لوب اوفر نمبر ماينس 1. ليه نمبر ماينس 1؟ لان انا النمبر ذات نفسه يعني الستة دي مش هقسمها على نفسها، لا يعني النمبر ذات نفسه مش معانا، انا معايا كل الارقام اللي تحت. ففور انت اي ايكوال 1 لان انا ببدا من اول 1 ما ينفعش اقسم على الزيرو هيديني ايه ديفيجن ايرور. اي اصغر من النم هو النمبر يعني اي بلس بس. بعد كده اجي هنا اقول له والله اللي تشيك. قال لك تشيك ويزر اي از ديفايزر فور ذا نمبر اور نوت. احنا قلنا ان النمبر ده يبقى من قواسم الرقم او لا. لو مثلا لو انا قسمت الرقم على الاتنين مثلا، فالرقم 6 على 2 هيديني ايه؟ هيديني 3. فما فيش ايه؟ مفيش بواقي. طب 6 مضت الاتنين هيديني ايه؟ 0 لان مفيش باقي اسم. جميل. فاحنا هنستخدم هنا المودولس بدل الديفيجن، لان المودولس هيقول لي ايه؟ هفهمك دلوقتي. if num mod الاي equal 0 يبقى السم بلس ايكوال الاي، يبقى الاي ده من الديفايزر بتاعتنا. مظبوط. ليه بقى من الاي من الديفايزر؟ يعني هنا لو قلنا مثلا ان الرقم كان معانا 6 صح؟ طب 6 على او 6 مت الواحد
6 موديل واحد، الستة فيها كام واحد؟ 6 وحيد، اما مفيش اي حاجة اتبقت، مفيش رقم اتبقى، يبقى الواحد من الديفايزر. طب 6 موديل 2 فيها كام؟ 2 فيها 3 اتنينات عادي، مفيش حاجة اتبقى. فيها كام؟ فيها كام 3؟ فيها 3، مفيش حاجة اتبقى. فيها كام 4؟ فيها 4 واحدة واتبقى 2، يبقى دي مش من الايه؟ يبقى الأربعة مش من الديفايزر، فاحنا مش هنجمعها، مش من القواسم بتاعة الست، فاحنا مش هنجمعها. طب الخمس، الستة فيها كام 5؟ فيها 5 واحدة، هيتبقى ايه؟ بقى الاسم هيبقى واحد، فمش هيخش هنا، فانا مش هجمعها، مش هجمع غير الواحد والاتنين والتلاتة. يبقى هو ده كده ايه الصم بتاعك. في الاخر هنا بقى if نروح للستيب رقم 5، قال لك if the I is divisor of number added to the sum. هو ده الستيب رقم 5. بعد كده بقى اقول لك if لو كان السم equal النمبر اللي جالي، يبقى انت والله هتريتيرن ترو، ده كده ايه؟ بيرفكت نمبر. else ما كانش ايكوال، يبقى الريتيرن ايه؟ فولس. بالظبط. يعني لو كان السم بتاع الديفايزر ايكوال النمبر الاساسي، يبقى ده ايه؟ هيريتيرن ترو، ده بيرفكت. طب لو ما كانش يبقى ده مش بيرفكت. تعالى نعمل لها امبلمنتيشن تحت. هنعمل اف لو از بيرفكت دي ومعانا الرقم مثلا 6 كانت ترو، هي هترجع لي ترو يا فولس. فدي لو كانت ترو فانت هتبرنت مثلا this is perfect number. كانت فولس يبقى نروح للإلس، يبقى not perfect. جميل. نعمل لها كده نشوف الدنيا بتقول ايه. في هنا في تمام ماشي. سيمي كولوم الحوار ده بيضايقني على فكرة. قال لك is perfect number، 6 بيرفكت فعلا ومش ارمسترونج. طب مثلا نشوف الايه رقم الخمسة، 5 مش بيرفكت على حد ما اظن يعني. قال لك not perfect number. بس كده خلصنا التاسك رقم 6.